عندي ضيوف وما عنديش اي حاجة خالص اقدمها، فقررت اقوم اعمل الحلو دوت ما بياخدش وقت خالص وكمان سهل وسريع وبيتقدم جنب كوباية شاي او العصير. حطيت بيضتين في الخلاط ونزلت عليهم بمعلقة من الفانيليا، وبعد كده حطيت كوباية ونص من السكر وكوباية الا ربع من الزيت، وبعد كده حطيت كوباية من اللبن. صليتي على الرسول؟ طب يلا بسرعة صلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وحطيت كمان معلقة كبيرة من الخل الأبيض، وضربت بقى كله مع بعضه في الخلاط وقلت أريح دماغي متاخدش وقت خالص. عايزه اقولك بقى في الوقت دوت على تطبيق حلو جدا هيسهل عليكي المخبوزات والحلويات كمان، هتلاقيه موجود في البايو وهتلاقيه موجود في الكومنتات. ما تنسيش تحمليه وبيشتغل من غير نت خالص. معايا كوبايتين ونص من الدقيق، رشيت عليهم رشه ملح صغيره، ونزلت كده بمعلقه كبيره او كيس من الكيك شيف. انا حطيت معلقه من البيكنج باودر. بعد كده قلبت كل المواد الجافه مع بعضيها ونزلت بالخليط دوت على الدقيق، وطبعا الدقيق انا كنت نخليه. هقلب بقى كله مع بعضه في اتجاه واحد زي ما انت شايفه كده. مش هياخد وقت منك خالص، بس النتيجه هتكون مضمونه مليون في الميه ان شاء الله. هفضل مستمريه في التقليب لحد ما يبدا الدقيق بتاعي يختفي خالص ويبقى المكونات اللي قدامي كلها سايله. ما تنسيش تعملي متابعه للصفحه وتقوليلي بتتفرجي عليا منين يا ست الكل. في الوقت دوت حضرت معايا صينيه مقاس 26 وحطيت فيها معلقه من السمنه ودهنتها كويس جدا بالشكل ده. ومستحب معلقه السمنه احسن من معلقه الزيت. الزيت بيطلع فوق الوش كده واطراف الكيكه وبتبقى مش حلوه خالص، لكن السمنه بتكون طعمها حلو، وكمان ممكن تستبدلي السمنه بالزبده. بعد كده حطيت حوالي كده نص معلقه من الدقيق، وبدات اللي انا ابطن بيها الصينيه. هنزل بالخليط كله ودوت كده السمك بتاعه. طبعا بالاسباتيولا هتنزلي كل حاجة موجودة في الطبق بتاعك. هكون في الوقت دوت مشغله الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني. هدخل الصينية ديت، بس قبل ما ادخلها هخبطها خبطتين بالشكل دوت كده عشان تديني نتيجة كويس. هسيبها في الفرن من 35 ل 40 دقيقة وهتكون معايا بالجمال والحلاوة ديت. طبعا في الوقت دوت المفروض تسيبيها تبرد شوية، بس قلتلكم اللي انا مستعجلة وعايزة اعمل حاجة حلوة بسرعة فقطعتها وهي سخنة. هطلعها لك وهتشوفي دلوقتي قلبها لونه ابيض وكمان هشة وجميلة ومرتفعة جدا وسفنجية. بسم الله ما شاء الله. بصي الدخان طالع منها زي سخنة جدا، تستاهل بقك. يلا بسرعة قومي جربيها وقولي لي رأيك في الكومنتات. ما تنسيش بقى تحطي اللايك بتاعك واعملي منشن لاصحابك اللي مش بيعرفوا يعملوا كده.